سلام حبيباتي وغالياتي، اليوم جيتكم بوصفة سهلة وسريعة. وصفة حلوى معسلة من أروع ما يكون. هذه الوصفة معسلة حتى للقلب، توجد ليه يعني ما تديناش الوقت، خلاص نوجدوها في دقائق وسهلة التحضير. ما نتعبوا فيها ما والو. الأهم من كل هذا أنها بنينة بنينة بنينة، تنافس قلب اللوز والبقلاوة. على بها ننصحكم تخبوا هاد الحلوة وتسجلوا الوصفة الوصفات رمضان 2026 إن شاء الله. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلونيش من هذاك الجام. وقبل ما نبداو ما نساوش الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. راح نمر مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبداو مع بعض في الوصفة. اول حاجه عندنا كاس الا اصبع من السمن. انا درت خليط بين السمن والمارغرين، ذوبته وخليته برد معايا تماما. الاسبوع اللي مازال لي راح نكملو بالزيت العاديه. كما تقدروا البنات ديروا السمن وحده ولا المارغرين وحده، كل واحد واش متوفر عنده في البيت. هنا جبت حبه تاع البيض، من الاحسن تكون كبيره ولا متوسطه، ما ديروهاش صغيره البنات. وراح نزيدو نجيبو 2 علب تاع الياغورت الطبيعي. هاد الوصفة حطي وخلطي وطيبي. هنا البنات جبت ملعقة كبيرة تاع السكر ورشة من الملح، ورايحة نبدا نخلط في هاد المكونات حتى يتجانسوا مليح مع بعضهم. هنا البنات راح نزيد المكونات الجافة اللي نحتاجو فيها 3 كيسان تاع الكاوكاو اللي كنت حمصته مليح ورحيته. ما ديروش رقيق بزاف يعني بودر، وما ديروش خشين هكذا البنات. راكم شفتوا كيف مرحي. ونخلطوا هاد المكونات مع بعضهم. اللي عندها كميه قليله تاع الكاوكاو تقدر دير 2 كيسان فقط البنات هكذا. اللي عندها كميه قليله تاع الكاوكاو دير غير 2 كيسان، ومن بعد راح تكمل بالفارينه. انا هنا درت 3 كيسان تاع الكاوكاو ونصف كاس من الجلجلانيه. اللي ما تحبش الذوق تاع الجلجلانيه هذاك النصف كاس يعني تقدر ما تضيفوش ولا تعوضوا بالكاوكاو هكذا. نخلطوهم مع بعضهم يا البنات. وهنا زدت مبشور الليمون، يعني راح يعطي واحد البنة روعة في هاد الحلوى. هنا زدت كأس من النشا، يعني الكأس المستعمل دايما تاع 220 مليلتر. المقادير مضبوطة جدا البنات. نخلطوا هذاك النشا مع الكاوكاو مع هذاك السوائل حتى نتحصلوا على خليط متجانس. وهنا رايحه نبدا نشيح بالفارينه. انا الفارينه دات لي 2 كيسان الا ربع. وكل واحد كيفاه، يعني قادره دير اكثر قادره دير اقل حساب نوعيه الفارينه. هنا البنات ضفت في الاول كاس الا ربع تاع الفارينه، وزدت كيس من خميره الحلويات. خلطت مع ديك الفارينه وبديت نجمع في الخليط نتاعي. هنا حطيت الكاس كامل ورايحه نزيد كاس الا ربع اخر. يعني ضيفوا الفارينه تاعكم ديروا فيها بالتدريج حتى تحصلوا على خليط يكون طري وما يكونش يتلاصق في الايدي. راح نشوفوا القوام تاع الخليط في الاخير. ما تخلوهاش طريه بزاف البنات. هاد الحلوى ما لازمش تكون طريه بزاف، وفي نفس الوقت ما لازمش تكون ناشفه بزاف، يعني تكون طريه وما تتلاصقش في الايدي. هنا حطيت نصف كاس وراني نجمع في العجينه ونتحسس في الملمس نتاعها. ومن بعد ضفت الفارينه اللي مازالت لي، يعني لقيتها طريه بزاف. هنا ضفت ربع كاس اخر. الفارينه كامل دات لي 2 كيسان الا ربع. قلت لكم الفارينه حساب النوعيه تاعها. واللي ما تضيفش تضيف غير 2 كيسان تاع الكاوكاو البنات، الكاس هذاك راح تعوضوا بالفارينه، يعني الكاس الثالث تاع الكاوكاو رايحه تعوضوا اكيد بالفارينه وتحط عينها ميزانها. شفتوا القوام يعني طريه وما تلاصقش في الايدي في نفس الوقت. هنا البنات جيت لبلون طخافاي، حطيت رشه من الفارينه هكذا باش تعاونني نشكل الحربوش نتاعي. نديروا الحربوش نضغطوا عليه هكذا، نحاولوا نلموه مليح باش ما يخرجوليش هذوك التشققات.
يعني العمليه سهله جدا البنات. هاد الحلوه ما تدينا لا الوقت لا الجهد، هذا هو الشيء اللي مليح فيها. ونوجدوها في دقائق يعني، وناكلوها في دقيقتها تاني. نديروا الحربوش نتاعنا. ما تنسوش باللي هاد الحلوه فيها خميره الحلويات. رايحه زيت تنفخنا في الفرن. يعني حاولوا ما ديروش الحربوش رقيق بزاف، وفي نفس الوقت ما تخليوهش خشين بزاف، باش على الاقل الحلوه تطيب لكم من داخل. انا البنات انا جبت هذاك المول وراني نقطع فيه. اللي ما عندهاش المول دير فقط مقرودات تعينها ميزانها. انا هنا باش يجوني الحبات قد قد يعني قطعته بالمول. قلت لكم اللي ما عندهاش عينها ميزانها فقط تحاول دير المقروضات قد بعضهم. وماشي شرط ديروا مقروضات البنات، تقدروا ديروهم في شكل كويرات يعني. تقدروا ديروهم كما المشوك، كل واحد كما يحب يدير يشكل الحلوى تاعو. هنا البنات نحاولوا نسويو الحبات نتاعنا ونحطوا لها من الفوق حبه تاع اللوز ونحطوها في البلاطو. هاد الوصفه وهاد الحلوى البنات صراحه تعطيكم كميه كبيره، يعني تزرع لكم البنات هكذا، سيرتو الا كان ما درتوش الحبات تاعكم كبار بزاف. شوفوا راني نسوي في الحبه تاعي، نديرو حبه متحوفه هكذا باش يجينا الشكل تاعها شباب. الله الله، نشكلوا هكذا الحبات بيدينا، نحاولوا نحيو هذوك التشققات، نستفوهم مليح مليح. نحطوا الحبيبه تاع اللوز، اللي ما عندهاش اللوز تقدر تستغنى عليه ولا تعوضها بحبه تاع الكاوكاو، ونحطوه في البلاطو وندخلوه مباشره نطيبوه من التحت. بعد ما يطيب لنا نحاولوا نحمروه مليح من الفوق ونخرجوا الحلوه نتاعنا وهي سخونه البنات. جبت لها عسل بلا ما نزيد له حتى اضافه. بالنسبه للمعسلات البنات ما تزيدولهمش ماء الزهر باش ما يجيكمش طري. نهزوا الحبه تاعنا تاع الحلوه مباشره وهي سخونه، نحطوها في هذاك العسل، نحاولوا نخليوها واحد 2 دقائق ولا 3 باش تشرب لنا اكبر كميه من العسل هكذا البنات. وفي نفس الوقت راني نحط في العسل من الفوق. وكي تشوفوا الحلوه نتاعكم بردت معاكم البنات، يعني العمليه راح دير لكم وقت شويه على خاطر راح نخليوها 2 دقائق تشرب مليح. كي تشوفوا الحلوه تاعكم بردت يعني اللي مازالت ملهيه ما حطيناش العسل، روحوا سخنوا العسل وحطوا فيها الحلوه باش هكذا تشرب لكم العسل. هنا البنات بعد ما حطيتها في العسل وتشربت لي مليح راح نحيها ونحطها في كسكاس باش هذاك الزائد تاع العسل يقطر لنا في هذاك الكسكاس. هكذا البنات نكملوا بنفس الطريقة مع كل الحلوى اللي عندي، ورايحين نتلاقى في صحن التقديم. هاي لكم البنات الحلوى نتاعي بعد ما وجدات وقطرات لي. الله الله، شوفوا واحد البنه البنات، والله ما تصدقوش وما تصوروش البنه نتاعها بنينه بزاف بزاف. سيرتو الا كان عسلتوها مليح مليح راح تشرب لكم مليح، تجيكم معسله القرب، تجيكم بنينه من اروع ما يكون. شوفوا بعد ما قطع لكم الحبه كيف تجيكم معسله من الداخل. البنات الى عجبكم الفيديو ما تبخلونيش من هذاك الجام. الى الملتقى في فيديو اخر.